السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أنس من قناة فلامينغو. بداية ألف مليون تريليون مبروك لنادي الهلال تحقيق لقب دوري جميل. وبسم الله نبدأ الحلقة. طيب اليوم موضوعنا عن تحقيق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا. طيب أنا بتكلم من الناحية المعنوية والناحية الفنية. بداية من الناحية المعنوية، الهلال في أفضل حالاته المعنوية بتحقيقه بطولة الدوري بعد غياب دام 6 سنوات. ولو تسأل يا حبيبي جمهور الهلالي راح يقول لك أجمل وأروع ختام وتتويج بعد ما فازوا على الخصم اللدود والغريم التقليدي نادي النصر بخماسية، إضافة إلى تأهلهم الى دور 16 من دوري ابطال اسيا بكل جداره واستحقاق، اضافه الى انه نادي الهلال ابرز واقوى مرشح لتحقيق بطوله كاس الملك، مما يعني انه انهى الموسم في افضل واروع واجمل صوره. طيب الهلال فنيا وتكتيكيا، اولا قرار جلب المدرب الارجنتيني رامون دياز في وقت حرج جدا، قرار رائع ونرفع القبعه لاداره نادي الهلال. طيب النقطة الثانية، أنا في وجهة نظري تنوع الجودة الفنية الكبيرة لعناصر نادي الهلال تتيح لدياز أيضا التنوع في الحلول وتغيير أسلوب اللعب والتكتيك بين الحين والآخر. النقطة الثالثة في وجهة نظري أنا شخصيا، يعني الهلال يملك في خط الدفاع أفضل لاعب سعودي هذا الموسم، أعتقد أسامة هوساوي، بما لا يدع مجال للشك. أسامة هوساوي هو أفضل في خط الدفاع. طيب ايضا في خط الوسط الدفاعي والهجومي، اعتقد افضل محور دفاعي اللاعب عبد الملك الخيبري، لاعب جدا جيد من الناحيه الدفاعيه، لاعب شرس، لاعب يفتكر كور بشكل كبير. وايضا في خط الوسط الهجومي صانع لعب بلاي ميكر، لاعب اكثر من رائع، واعتقد هو افضل لاعب في الموسم، نواف العابد، سواء على في المنتخب او مع الهلال، لاعب مميز جدا جدا جدا. اخيرا انا اعتقد الهلال عنده تنوع حلول، طرق كثيرة عشان يوصل بيها للباب، وهذه نقطة قوية جدا لأي نادي في العالم. تأكيدا لكلامي، أنا جايب إحصائيات من موقع أوبتا. تخيل معي يعني الدفاع، خط الدفاع مو مشكلة 3% سجلوا تقريبا، خط الوسط 47% سجلوا الأهداف لنادي الهلال، الهجوم 49%. تخيل يعني تتكلم على نصف أهداف الفريق من خط الوسط والنصف الآخر من خط الهجوم. هذا سلاح فتاك لأي نادي. طيب هدافين نادي الهلال كارلوس إدواردو وليو 12 هدف، وعمر خربين وناصر الشمراني ونواف العابد 7 أهداف، وياسر القحطاني 4 أهداف. صناع نادي الهلال تخيل معي إدواردو 5 أهداف صانع، سالم الدوسري خط الوسط، ومحمد البريك خط الدفاع، ونواف العابد، كلهم صنعوا، كل واحد صنع تقريبا 4 أهداف. فأتصور أنا الهلال ما عنده أي مشكلة في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا، لأن نظام البطولة في الأدوار الإقصائية تقابل أندية غرب آسيا اللي هي أنديتنا إحنا، منطقتنا، أندية دول الخليج، أندية قطر وأندية الإمارات وأندية إيران، وهذه كلها أتصور الهلال يفوقها فنيا بمراحل. فاعتقد الهلال ما عنده مشكله. المشكله الوحيده لما تقابل انديه شرق اسيا اللي هي راح تقابلها في النهائي، والنظام الجديد انك تقابلها ذهاب واياب زي المره الاخيره الهلال. فاعتقد الهلال مشكلته الوحيده او مشكله المنتخب السعودي بصفه عامه ضد انديه شرق اسيا، الكوره العرضيه خلف المدافعين، هذه مشكله وازمه ما هي راضيه تنحل من فتره طويله. فاعتقد المدرب لو اشتغل عليها والهلال دخل المباراه بتركيز عالي، اعتقد الهلال مرشح الأبرز أنه يحقق بطولة أبطال آسيا. شكرا لكم، وننتقل لفقرة مع الحدث. سلام. رجعنا لكم مع فقرة مع الحدث. أبرز الأنباء أوروبيا انتقال جاريث بيل، احتمال كبير انتقال جاريث بيل إلى المان يونايتد، وانتقال كوستا بعد الأرقام الفلكية والرواتب الخيالية إلى الصين. اما محليا يعني الهلال انجز انجاز كبير ودخل التاريخ بارقام اول مره تصير في دوري جميل، هو الاكثر
بعد تحقيقه لقب دوري جميل. هو الأكثر نقاطا 66 نقطة كرقم قياسي، والأكثر انتصارات ب 21 انتصار، والأكثر أهداف ب 63 هدف. ننتقل لفقرة الديوانية. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. الآن فقرة الديوانية، معنا الضيف العزيز سلمان. سلمان حياك الله ومساك الله بالخير. حياك الله أنس، وسعيد بتواجدي معك. سلمان، اليوم حلقتنا عن النادي الهلال وتحقيقه بطل دوري جميل. يعني أنا بسألك أول شيء، مين تشوف أنت أفضل لاعب في نادي الهلال هذا الموسم؟ والله شوف، يعني الهلال تقريبا في كل خط في لاعب مميز. لا يعني الأفضل نواف العابد طبعا. طيب الآن المنتخب باقي له تقريبا خطوتين ويوصل روسيا بإذن الله. فأنت الآن المنتخب عنده 16 نقطة، ومباراة جاية حتكون في رمضان، حتكون تقريبا الساعة 1 الظهر ضد أستراليا في سيدني. فإيش تتصور وإيش تتوقع بغياب اللاعب اللي قلت عليه نواف العابد في هذه المباراة؟ إيش تتصور المنتخب إيش ممكن يعمل في هذه المباراة؟ يعني المنتخب تقريبا في المكان حق نواف العابد او في المركز حق نواف العابد عنده مواهب كثيره، يعني زي عبد الفتاح السيري، سلمان المؤشر، فهد المولد ان شاء الله انه يكون راجع من الاصابه ويكون بديل ناجح لنواف العابد. يعني عندنا اكثر من لاعب مميز ممكن يحل. حلو، يعني في تنوع كبير، يعني مارفيك يقدر يستخدم اكثر من حل، عنده حلول كثيره، فان شاء الله نتمنى. طيب بالنسبه لمنتخبنا الشاب يعني المستويات اللي قدمها فاجأنا فيها قبل فتره، تتوقع يسوون شيء كبير في كاس العالم ان شاء الله؟ انجاز طيب ان شاء الله. طيب اخيرا سلمان، الان الهلال والاهلي تقريبا في دور 16 من دوري ابطال اسيا، يعني الهلال اجهز فنيا، فانت تشوف وايش الحظوظ بالنسبه لانديتنا السعوديه، ومين الاقرب اللي ممكن يوصل لمراحل ابعد في دوري ابطال اسيا؟ والله شوف، بالنسبه للحظوظ يعني انت تتكلم عن امكانيات. نادي الهلال يملك امكانيات عاليه ممكن نترشح للبطوله، لكن الاهلي السنه هذه عنده خلل، مو مقدم المستوى يعني نفس السنه اللي فاتت، السنه الاسطوريه بالنسبه للهلويه. لا وباذن الله حتكون في حلقه عن الاهلي باذن الله وعن الاتحاد، فيعني انت تشوف الهلال اقرب سلمان؟ اكيد الهلال اقرب. طيب شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وشكرا لك سلمان وشرفتنا بوجودك. حياك الله. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، نلتقيكم ان شاء الله في الحلقه القادمه، في امان الله. سلام.